السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سما. والنهارده هنعمل وصفة هايلة قوي، سهلة، وبالمكونات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بس. بجد وصفة تحفة وهايلة وجميلة ومميزة وممتعة كمان في الأكل. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير اللي هي قدامكم بالظبط. اللحمة بتاعتي اللي انت بتفضليها بالشكل ده: كمون، ملح، فلفل أسمر، ورشة جوز الطيب. يلا بينا نبدأ الوصفة ونعمل نشوف الطريقة ازاي. بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو تحبوا تتابعوني، يا ريت سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد مني. ويلا بينا. هنحط الوok على النار كده، وانزل بقطعتين من الزبدة ورشة بسيطة من زيت الذرة. المرحلة دي بقى عندي مهمة جدا. انا دلوقتي بسيح الزبدة بتاعتي، خليها تسيح تماما. ولازم تكون الوok بتاعتي سخنة قوي، عشان انا عايزة انا لما احط اللحمة بتاعتي تاخد شوك على طول، ما تنزلش المية بتاعتها. ودي يعني حاجة مهمة قوي في الوصفة بتاعتنا. مش قادرة اقول لكم سهلة ازاي، سهلة 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 من هنا لبكرة. خلاص انا كده الزبدة بتاعتي ساحت اهي. هبدأ اجيب اللحمة بتاعتي. خلاص كده الوك بتاعتي سخنت قوي. هبدأ بقى انزل في قطع اللحمة بتاعتي. كمان الصوت ده هو ده اللي انا عاوزاه. رشة كده من الكمون. انا بحب بس الكمون يديها ريحة، بس ما تكتريش في الكمون. الاساسي بتاعنا هو البصل، هو الفلفل الاسود. رشه برضو فلفل اسود كده. هاجي على الوش ده برضو اعمل نفس اللي انا حطيته، رشه من الفلفل الاسود. انا بحس الفلفل الاسود بيخلي الاكله دي غنيه قوي. رشه من الكمون، زي ما قلنا ما نكترش عن الكمون، ما يمررش معانا. انا عايزه بس استغل الريحه بتاعته بس. وجوز الطيب. خلاص كده بعد ما اتحمرت وخدت اللون اللي انا عاوزاه تمام، هبدا بقى اوطي عليها النار خالص، واحط لها حاجه بسيطه من حوالي نص كوبايه ميه المغليه. نص كوبايه ميه تكون مغليه، ما تكونش ساقعه. بتفرق قوي يا جماعه في السوا معانا. زي ما شايفين اهو. هجيب الميه. شايفين الصوت ده او سامعينه؟ هو ده اللي انا عاوزاه. خلاص كده انا كده تمام. هوطي عليها واسيبها لحد ما تستوي خالص. كميه الميه اللي انا حطاها دي، وده لو انت متاكده من اللحمه بتاعتك انها من جزار كويس، خلاص هتسويها لي وهتبقى تمام. هنغطيها ونشوف بقى بعد ما تستوي عامله ازاي. طبعا الملح احنا محطينهوش، هنحطه في الاخر عشان الملح ما بيساعدش على السوا بسرعه زي ما انتم شايفين. وطبعا جوز الطيب زي ما اتفقنا تكون رشه كبيره. خلاص هنا بعد ما غرفنا اللحمه بتاعتنا، بصوا جمالها كأنها مشوية. لو عايزة بقى تضيفي عليها فحماية كمان بيكون الموضوع حلو قوي. تعالوا بقى نشوف سواها.